السلام عليكم. مع الفيديو الثاني للأوكروبوليس. هم يعني لسه في الطريق في الطلوع اللي هم قالوا عليه 15 دقيقة، وهنا مكتوب فيه الصخرة بتاعة الأرتيك فاونتن، النافورة الأثرية. يعني لسه شايفين المكان، لسه الطلوع عالي قوي بس من هنا المنظر حلو. أكيد هشوفوا المنظر من فوق برضو أحلى. أنا شايف كده أثينا كده في منطقة عالية، زي ما قلنا الأوكروبوليس معناه الأراضي العالية. ودي بيزنطين سيسترن، مش هقعد بقى اترجم كل كلمه ممكن يكون كلمه مش فاكر ايه معناها بالظبط بالعربي او ترجمتها. فدي اثار في الطريق للاوكروبول او الاوكروبوليس. كده ابتدى يظهر الى حد ما. نادي حقيقي كانت رايقه تطلع تعمل الشغل ده في الاماكن دي. ده الطلوع لوحده فوق متعب. بالك كانوا بيطلعوا ويطلعوا الاحجار دي ويشتغلوا عليها، يعني عمليه مش سهله ابدا. البرونز فاوندري هنا برضو، هنا بتشرح لنا المنطقة دي برونز فاوندري. ما فيش شروحات مفصلة لكل حاجة، تفصيلية للتاريخ بتاعها. بالليل طبعا بيبقى شكل المكان فيه إضاءة. أنا كل ده لسه ما وصلتش خمس المسافة يمكن لطول الأوكروبول. نطلع فوق هتشوفوا هل الأوكروبول يستاهل ولا لأ. أنا أعتقد إنه يستاهل، وأنا ممكن جيته لتالت مرة. احنا في النورث سلوب، الناحية الجنوبية أو المنحنى الجنوبي. وده أعتقد ده الأوديون ثياتر، متحف أوديو لو أنا مش غلطان. هو من عمري ما شوفته مفتوح. شو نشوف المنظر بتاعه. في سلالم اهو له. انا في مره وجيت وكان مفتوح، تهيألي كده لو انا مش غلطان. شوف كان له مقطة تانية من فوق تبين احسن. كده شايفين جزء من الاوكروبوليس من تحت. كده ظهر الجزء ده، ما كانش ظهر لنا من الزاويه اللي هناك. طبعا في متحف تاني، دي كلها زي ما قلت الاوكروبوليس فيه كذا متحف فوق غير المسرح ده. المسرح ممكن يبان كده شويه، وان كان هحاول اكيد له لقطه من فوق. هو زي ما شايفين من هنا مفيش، من هنا لازم يتشاف من فوق. يعني هو من فوق في حد واقف فوق اهو، من هنا اللي ممكن تشوفه كويس، لكن مفيش واحد يقرب له. تو شايف في زراير كهرباء ولا ايه؟ في زراير في الحيطه. أأكد إن عملية الطلوع مش سهل. طبعا دي لا تقارن بال 1300 تقريبا سلمة اللي في سنجري روك، صخرة سنجري في سريلانكا. أنا طلعتها من كام سنة، حوالي 45 دقيقة. وكانت الناس وشباب صغيرين بينزلوا في النص أو في الربع، مقدروش يكملوا. ده المنظر
النهارده الجو فيه غيوم شويه بس المنظر حلو قوي بالغيوم كده. شايفين اثينا كلها من هنا. مقصود المتاحف دي وبالاوكوبوليس انه كان يطل على اثينا كلها. كده المنظر هيبقى حلو طبعا للمتحف، مش المتحف، للمسرح. نشوف الجزء اللي هنا في ايه قبل ما اطلع فوق. ده المسرح بس. غريب ان الشرح بتاعه كده تحت ما ينفعش واحد ينزل له. اهو اليافطة هناك. طبعا اللي عايز يتعب نفسه يقدر ينزل هنا وبعدين يطلع تاني الجزء الفوقاني. هنا اعتقد بس بيوري المسرح من كذا زاوية. شايف في جروب هناك معاهم مرشد او مرشدة. برضو الشرح هنا ما ينفعش الواحد يشوفه متحوط. نقرب هنا كده. The sitting area, we can tell that it has been restored, right? But it follows the original design, but the wall is original. And those of you standing a bit closer to the railing, you can see the black and white mosaic there, the decoration on the floor, that's original as well. So second AD, the wall is standing and the mosaic. احاول قبل ما اخلص الفيديو ده نصور من مكان قريب. في هنا مكان للنزول درجة أقرب. كام سلمة وهيبقى كده واقف فوق المسرح مباشرة. دي أقرب مكان الواحد ممكن يشوف منه المسرح. منظر خرافي طبعا. طبعا في سامعين صوت المرشدين وفي ناس جنبي بيتكلموا بيشرحوا. المسرح ده كبير قوي. اوكي نقدر من هنا اكمل الاوكوبوليس اطلع تاني. ده الخروج هنا من كده لازم اطلع تاني مطرح ما جيت. كويس نزلت كام السلمه دي عشان اقدر اصور هنا. That's Piraeus. Piraeus is the main port of the country. كده انا هطلع تاني للجزء اللي جاي. اعتقدش في حاجة تانية لحد ما اوصل لفوق او يمكن يكون فيه. هرجو يكون الفيديو ده عجبكم. متنسوش في الاشتراك في القناة بتاعتي على اليوتيوب والتيك توك. وطبعا ارجو نشوف تعليقاتكم عجبكم الفيديو ولا لا، وان انتوا تعملوا لايكات هناك. منظر اهو مرة تانية من النقطة العالية دي، وارجو انه يعجبكم. وللفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.